السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز ربنا يحفظ لك أولادك، وعايز ربنا يحفظ لك بيتك، وعايز ربنا يحفظ لك نفسك، ناخد إن شاء الله هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد كان يقول كما جاء في صحيح البخاري: اللهم رب الناس أذهب البأس. وكان يلقي دائما الحسن والحسين بالمعوذات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وعن السيدة عائشة صحيح البخاري كان ينفث في يديه ثم يعوذ الحسن والحسين بالمعوذات، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في يده هكذا، والنفس نفس الخارج كان يخرج في يده، ثم يمسح عليهما. كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان بيمسح على الحسن والحسين رضي الله عنهما. فكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويمسح عليهم بيمينه. استني حبيبتي. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بالمعوذات اللي هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم علشان ربنا يحفظ الحسن والحسين كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم تقولها ثلاث أو مرة واحدة، ثم يمسح على الحسن والحسين. كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي نفسه ويمسح على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله بنتكلم فيه على اللي عايز ربنا يحفظ اولاده من العين ومن الحسد ومن المرض، يلتزم دائما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وان يعوذ اولاده دائما ولو بالمعوذات اللي هي الايه: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، عشان ربنا ان شاء الله يحفظ له اولاده وبيته ونفسه. ودايما يعني ما يسيبش الرقيه الشرعيه، دائما ما يسيبهاش. كل يوم يعني قبل النوم كده والاولاد بتنام يروح عليهم ويقرا في ايديه كده: قل اعوذ، او الام او الاب، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ثم يكفل نفسه كده، او نفسه يطلع في ايديه، يكفل في يده كده: قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ثم يمسح على اولاده ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على يدخل في يديه أيضا، ويمسح على نفسه وعلى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فده النهارده كانت حلقة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية الشرعية، وإزاي إن إحنا نحافظ على أولادنا من العين ومن الحسد ومن المرض. حتى أنه جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا اشتكى أحد كان يمسح عليه ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس. أشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي يا أصحاب.